يا مساء الخير يا صباح الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم في الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا مع بعض باخر وصفة من وصفات العيد. وطبعا بعتذر لان الفيديو ده بقاله اكتر من 5 ايام عندي، كان لازم ينزل اكتر من 5 ايام لورا. طبعا كل سنة وانتم طيبين، تعاد عليكم الايام بخير يا رب وصحة وسعادة، امين يا رب. عملنا مع بعض وصفات العيد الحلوة كلها: الفايش الصعيدي، البسكوت، الغريبة، البيتي فور، واخر حاجه ختمنا بيها: كل سنه وانتم طيبين يا رب دايما، ويجعل يا رب بيوتكم دايما كلها اعياد وحياتكم، امين يا رب. الكحك، الكحكه بسكر ده بجد انا مش بغير الوصفه دي خالص، انا بعملها من سنين كده بنفس الشكل وبنفس الطريقه. كحك النهارده دايب دوب بامانه ناعم جدا، وهقول لك ليه الكحك يبقى معاكي ناعم وازاي ما يبقاش معاكي ناعم ويبقى محجر ويبقى ناشف، وقد ايه يقعد معاكي فتره طويله. وهنتكلم عن التسوية وزي ما قلت لكم ازاي الكحك يبقى ناعم. من الحاجات الحلوة جدا الكحك بتاع النهاردة، زي ما قلت لكم انا ما بغيرش وصفتي من زمان، بعمله بنفس الطريقة. ما بحطش يا جماعة ولا خميرة ولا لبن ولا حاجات من كل ده، ولا اي مواد رافعة للكحك بتاعنا. الكحك بتاعنا من النواعم، والنواعم معروفة انه بيضاف خميرة خالص. هنشوف مع بعضينا ازاي احنا عملنا الكحك العسول ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ولو عايزة تعملي كيلو واحد بس او نص كيلو تعال نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقة التحضير. وطبعا هكتب لك المقادير كلها في صندوق الوصف. اول حاجة هشتغل عندي هنا ب2 كيلو من الدقيق، وده دقيق متعدد الاستخدامات يا جماعة. هضيف على كل كيلو معلقة سكر بودر زي ما انت شايفة بالشكل. يعني ضفت على ال2 كيلو معلقتين سكر بودرة، وهو ده اللي بيديكي الشكل الحلو قوي للتسوية. يعني بتبقى بيديها كده، بتبقى لونها حمرا للكحكايه، بتبقى شكلها حلو معلقتين السكر. بعد كده ضفت عندي كيسين من الفانيليا، وهضيف عندي معلقة من المحلب، نص ونص. يعني انا بس حبيت اوريكي كل كيلو انا بحط له نص معلقة من بتاعة الاكل دي محلب. انت بقى لو حابه تحطي ريحه كحك حطي، عايزه تحطي سمسم، عايزه تحطي اللي انت نفسك تضيفيه ضيفيه، بس انا ما بحطش ولا سمسم ولا خميره ولا بحب ريحه الكحك، انا بحب بكتفي على المحلب بس خلاص. بعد كده هنا بجيب عندي كيلو سمنه على ال2 كيلو دقيق. هعاير طبعا قدامكم السمنه، انا السمنه مسخناها جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ضفت عندي هنا زي ما انتم شايفين كده اول كوبايتين. وزي ما قلت لكم السمنه انا بسخنها حلو. وانا ما بحطش يا جماعه كده 3 كوبايات اهم، ما بحطش زي ما قلت لكم ولا خميره ولا بحط سمسم. لو انت حابه تحطي حطي، مفيش اي مشكله، بس انا ما بحبش. بعد كده هنا عندي ربع كوبايه، وادي الخمسه كده بيبقوا 6 كوبايات. يعني ناقص اقل من ربع شويه، هنقول 6 كوبايات الا ربع من السمنه، اللي هو بيبقى كيلو السمنه يا جماعه على ال2 كيلو دقيق. خلاص، عشان طبعا دي سمنة متسيحة. وهتقولي لي قد ايه الكيلو؟ هقول لكم يا جماعة الكيلو، كيلو سمنة بيبقى 1000 جرام، عشان في ناس بتقول اكتبي لي كل حاجة بالجرام. وبعد كده طبعا انا اي سمنة عندك مفيش مشكلة خالص، كل واحد حسب مقدرته، عشان برضو محدش يقول لي. بس هي طبعا السمنة البلدي او مثلا عايزة تخلطيها خلطيها، هي دي بتخلي معاك عمر الكحكايه بيبقى طويل شوية، حتى مهما تقعد معاكي بتبقى ريحتها حلوة. بالنسبة لتسخينة السمنة، هي بتساعدنا على ذوبان الكحكة تبقى دايبة. لما بتسخني السمنة حلو كمان تبقى سمنتها مظبوطة. يبقى نمرة واحد اللي بيساعد معاكي الكحكة ان تبقى ناعمة، بتسخني السمنة حلو وبتحطي لها السمنة بتاعتها المقدار المظبوط. يعني ما تقلليش عن نص كيلو السمنة على كيلو الدقيق، لازم. بعد كده معجنت، جبت عندي هنا 2 مج من المية، وهبدأ ان انا اعجنهم. انا مرضيش افصل معاكم المقطع ده خالص، وقلت عشان ايه محدش يقول ده طريت خلاص. يبقى كيلو الدقيق عليه نص كيلو سمنة وعليه مج من المية. انا ما بحبش لبن، يعني عايزه تحطي لبن حطي، بس انا ما بحبش لبن، ما احطش خميره، ما بحطش سمسم. وهبدا اعجن بالشكل ده. انا للامانه بحب احط ميه الورد والمزهر، بس ما كانش عندي بصراحه بقى، فتشت لقيت الازاز خلصت. المهم يعني طبعا دي فاتتني، اللي انا ما دورتش قبل لقيت، كنت فاكره ان انا عندي بس طلعت الازازه فاضيه. فحطيتها بدلتها يعني بالميه، ما فيش اي مشكله خالص. المزهر والورد بيديني طبعا للكحك ريحه رهيبه. وزي ما قلت لكم يا جماعه الكحك من النوع من الحلويات الناعمه اللي ما تحطلهاش خميره. الخميره هتخلي معاكي الكحك يعضم، لان انت حطيتي لها خميره قلبت معاكي عيش. بعد كده عجنتها العجنه الحلوه زي ما انتم شايفين. وشوفي العجينه ما بتشقاش معاك ولا حاجه خالص زي ما انت شايفه كده. عجينها عجن حلو، وبعدين هنرجع مع بعض نشوف الحشوه البسيطه بتاعتنا السهله والعسوله. هنا عندي عجوه وهنا عندي ملبن. انا قبل كده عملته لصاحبتي في العيد، عيد رمضان، عملته بالعجميه والعين جمل وبالملبن وحاجات كتيرة. لو انت عايزة تعملي، لو انت عايزة تعرفي طريقة العجمية
هسيب لك لينك العجمية في اول تعليق مثبت تحت الفيديو ده. انا عملت العجمية زي العسل، جميلة جدا بأمانة رهيبة. بعد كده طبعا انا العجوة دي يا جماعة انا عاملاها مكوراها، حاطه لها حتة سمنة وعجناها ومكوراها بالشكل ده، مقطعة الملبن حتت. نيجي بقى عند النقشة العسولة دي اسمها السنبلة. انا بحبها جدا جدا، واسهل نقشة بالنسبة لي وبعشقها، وسهلة وبسيطة. يعني كده في كام نقشة بحبهم، بس السنبلة دي من النقشة المحببة الى قلبي قوي. وببدأ بالشكل ده. طبعا بعد ما بنعجن عجينة الكحك بنغطيها بكيس نايلون زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بالنسبة للصواني الألمونيا ده عشان في حد كذا حد قال لي بتدهنيها، ما ينفعش يا جماعة ندهن صواني الكحك. الكحك واخد السمنة المناسبة ليه قوي. بصي بنقش كده، يعني باخد ايدي يعني بعكس. بصي لو خدت بالك من ايدي انا بعكس ايدي ازاي، بعكسها يمين وشمال. بتطلع معايا نقشة السنبلة دي جميلة جدا وزي العسل. هعمل معاكي واحدة كمان سهلة وبسيطة. وفي حاجة اسمها شلة الصوف برضو بتبقى جميلة، بس انا بحب قوي اللي هي السنبلة. بصي السنبلة حلوة قوي. بعد كده بعمل اللي هي اسمها نقشة الصوفة دي، بعمل 3 خطوط و3 جنب عكس بعض يعني. بتبقى شكلها حلو قوي، جميلة برضو. فاللي يريحك اعمليه والسهل عليكي اشتغلي فيه بسرعة. في الاخر اصلا كده كده السكر بيغطي كل حاجة. لو عايزة تعملي بالبسطامة اعملي، لو عايزة تعملي بالمكابيس اعملي، بس العجينة بتاعت دي ما تنفعش فيها لا بصامة بصراحة ولا مكبس للأمانة يعني. بس لو عايزة تجربي البصامة سهل عليكي جربيها خلاص بالشكل ده. عجينة الكحك بتاعتنا يعلم ربنا، قلتلك يعلم ربنا قلتلك على الحاجات اللي تخلي معاك الكحك دايب ويبقى لونه جميل. اول حاجة نحط معلقتين سكر بودرة، هيساعدني قوي ان تبقى لون الكحك حلو. هنسخن السمنة، ده بيساعدنا ان الكحكة تبقى دايبة. وكمان اللي بيساعدك على ان الكحكة تبقى دايبة برضو السمنة المظبوطة. ما تحطوش يا جماعة خميرة على كحك بسكر، ما بيتحطلوش خميرة، ما بيتحطلوش يا جماعة، بيقلب معاكي خبيز عيش خالص، بيقلب عيش. انا مش فاهمة ليه الناس بشوف يعني قنوات شيفات كبيرة جدا تحط مازال برضو خميرة على الكحك. ما بيتحطش يا جماعة خميرة على الكحك. خلاص اهو بالشكل ده. ودي بقى نقشة كده تقليدية عادية كده، قسمتها نصين، وهنا غرزة وهنا شكة وهنا غرزة وهنا شكة وخلاص على كده. ويا كحك العيد يا احنا يا بسكويت، كل سنة وانتم طيبين. اهم حاجة خدي الخطوة واشتغلي واعملي. بعد كده بقى نيجي عند الملبن حبيب قلبي اللي انا بعشقه ده. وهنعمل اللي هي بالطول، عشان انا بعمل اللي بالملبن بالطول عشان اعرف دي ملبن ودي عجوة، عشان ما يبقاش كله كده ايه في بعضيه خلطة بيضة بيضة يعني. هنخلص بقى كل الكحك بتاعنا العسل ده وبعدين نرجع مع بعض تاني. خلصنا الكمية بتاعتنا ربنا يبارك. عايزة اقولك يعني خلصي كميتك كلها وسيبيها، او ما فيش خميرة مش هيخمر ولا حاجة خالص. عجينة الكحك بس بترتاح بعد ما بنعجنها، بترتاح حوالي 10 دقايق، ما بتطوليش عن كده. بالنسبة للتسوية بتاعة الكحك يا حبايب قلبي طبعا بنسخن الفرن على 200 درجة حرارة 200، وبدخل الصواني في الرف الوسطاني. بيطلع طبعا التسوية بالشكل ده. انت بقى حابة تديله وش كمان زيادة يعني ولا عيش شوي بس؟ انا مش حابة. لون الكحك عندي بأمانة رهيب جدا، وزي ما انتم شايفين نقشته تحفة. الكحك ما شرخش ما فتحش زي العسل، عجينته تحفة جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. زي ما قلت لكم تاني اقول لكم تاني واكد، الكحك من الحلويات الناعمه زيها زي الغريبه زي البسكوت زي البيتي فور، ما بيتحط لهاش خميره خالص. احنا بنحط خميره اللي هو عباره عن بيكنج باودر على البسكوت عشان ينفش معانا شويه، غير كده ما بنحطش اي خميره. ده زي ده ما ينفعش. وطبعا ده بيكون شكل الكحك بتاعنا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم. كل سنه وانتم طيبين. كمان مره كان لازم الفيديو ده ينزل عندي من 5 ايام بس مع الأسف بقى معلش عشان ضغطة شغلي والعيد والحاجات دي فتأخر عليكم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تعاد عليكم الأيام بخير. طريقة الحفظ بتاعته علبة مقفولة وتسكري على حسب الرغبة. باي.